أصدقاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حنا دابا في الحلقة التاسعة من اي سي تي بالدارجة. اليوم غادي نفسروا واحد جوج ديال المفاهيم اللي كيتخلطوا لبزاف ديال الناس، وغندوي على شنو الفرق بيناتهم. غادي ندوي على الاوردر بلوك والبريكر بلوك، وعلاش بجوج بهم خدامين في السمارت موني، وشنو هو الهدف ديال كل واحد، وشنو هو الاختلاف اللي كاين بيناتهم. دونك الاخوان نقسموا الفيديو على جوج فقرات. الفقره الاولى ديال الاوردر بلوك، والفقرة الثانية ديال البريكر بلوك. إذا الإخوان، أول حاجة الأوردر بلوك هو آخر شمعة ديال الاتجاه قبل ما يدير السوق حركة قوية في الاتجاه المعاكس. إذا كان المارشي طالع، على سبيل المثال كان المارشي طالع وآخر شمعة هو طالع قبل ما يتقلب ويرجع للهبوط، فهذيك الشمعة كنسميوها اوردر بلوك. بمعنى آخر هذيك الشمعة هي البلاصة اللي فيها لي زوردر بزاف، او لي زوردر اللي كبار، واللي غادي يخليو الاثر ديالهم اون فوا غادي يتفعلوا دوك لي زوردر، فراه المارشي غادي يتقلب. اذا الاخوان، لنفترض اننا هنا المارشي راه طالع، هاد الكاندل هادي الاخرى قبل ما يتقلب، فحنا غادي نبغيو نسميوها اوردر بلوك. هادي غنبغيو حنا نسميوها اوردر بلوك. الهدف من الاوردر بلوك هو غادي يرجع المارشي، غادي يضرب فيه وغادي يهبط. هنايا حنا قلنا هنا عندنا اوردر بلوك، اون فوا رجع ليه المارشي مع ضرب فيه مع هرسو وكمل الخدمه للفوق، فاي واحد غادي يدخل هنا سيل، فالمصير ديالو هو ستوب لوز. هنا فين تيجي واحد الدور مهم، اننا كناخذوا الاوردر بلوك كونفيرماسيون، ماشي كصفقه مباشره اون فوا غادي يبان، اون فوا غادي ندخلو. اون فوا كنقولوا هنا عندنا واحد الاوردر بلوك، فغادي نتسناو يبانو مع واحد جوج حوايج حدا اخرين، يا اما فير فاليو جاب، يا اما اس ام تي، يا اما ماركت ستراكشر شيفت ام اس اس. اذا حيتاش لي زودر بلوك بحالو بحال لي فير فاليو كاب كل شويه كيبان واحد، فخاصنا نعرفوا كيفاش نقيوهم وناخذوا غير لي زودر بلوك اللي صحاحين، واي او بي يكون فيك فما يمكنش ندخلوا في اي واحد بان، حيتاش طبيعه الحال غتكون الخساره كبيره بزاف. فعلى سبيل المثال المارشي بقى طالع، اول اخر بوجي قبل ما يتقلب يولي المارشي هابط، فهي هذه. اذا هذه غنسميوها اوردر بلوك. اذا الاخوان، واش اون فوا غادي يرجع ليها المارشي غادي ندخلو سيل؟ الجواب هو لا. فغي خصنا نقلبو واش السوق خدا الليكويديتي في هاد البلاصه هادي، واش وصل لشي قمه قديمه خدا الليكويديتي فيها ورجع، ولا واش كاينه اس ام تي بين الناسداك واليو اس. وفي نفس الوقت خاصنا واحد الاف في جي اللي غادي ناخدو منها التريد ديالنا، حيتاش الا ما بانت حتى شي حاجه من هادشي هذا، فراه غيكون صعيب اننا هاد الاوردر بلوك غادي نثقو فيه وغادي ندخلو هنا، حيتاش كاين احتمال يطرا كيما طرا هنايا وغادي يمشي لينا ستوب لوز نيشان. اذا الشباب الا جينا لليو اس، فراه نفس البلاصه هادي نهار 26 في الشهر. فما تنبغيش نرجع بزاف نقلب على شي اوردر بلوك ولا على شي حاجه شرحتها تكون بيرفكت وتكون مثاليه، فكنرجع اخر يومين 3 ايام. اول مثال كيبان لي فراه تندير عليه فيديو، ما تنحاولش نقلب على شي حاجه اللي بيرفكت، وفي نفس الوقت ما باغيش ندير بلاي باك ونبقى نطلق لكم الشارت بحال راه لايف، ونبقى نقول لكم هنايا غادي ندخلوا باي ويمشي معايا المارشي وانا راه ديجا عارف شنو غادي يوقع، كما كيديروا كاع الناس اللي في يوتيوب. فما كاينلاش نستحمركم الشباب. اذا فاحنا انا في اليو اس، اول حاجه تنقلبوا عليها هي اس ام تي. دونك هذه هي. اذا اصدقاء، بان عندنا اوردر بلوك، مشينا لليو اس،
لقينا راه بات عندنا اس ام تي. فالوردر بلوك والاس ام تي تقريبا عندهم نفس المعنى فاش تيبانوا، فتيعني باللي السمارت موني راهم داخلين، المؤسسات الكبار غادي يدخلوا، لي زرودر الكبار غادي يكونوا، دونك المارشي غادي يتقلب. يعني تقريبا عندهم نفس الهدف، ان المارشي غادي يقلب الاتجاه. فعندنا اس ام تي وعندنا او بي. دونك هادشي كيزيد يكونفيرمي بلي هاد البلاصه هادي راها نقطه اهتمام، راها بي او اي، والمارشي غالبا غادي يعكس منها. فإلا جينا للفريم اللي صغر، إلا جينا للدقيقة على سبيل المثال، الناصداق راه الدقيقة ويلا دخل، راه ما نساهاش تدخل في فريم كبير. إلا دخلتي في فريم كبير فراك محتاج اللوت يكون صغير بزاف بزاف نيت، خاصك ميكرو ولا جوج يلا تدخل به في 5 دقائق. إذا أصدقائي اس ام تي مني بانت مع لوردر بلوك، فهادشي تيزيد يشجعنا نثيقو في هاد الاوردر بلوك هذا، وغنقولو بلي راه اوردر بلوك صحيح وغادي يحترمو المارشي. ما علينا غير نقلبو على اول اف في جي اللي غادي ندخلو منها. فديجا كانت فير فاليو كاب ديال البيع هنايا، وهنايا كذلك. صعيب بزاف تبان لك فير فاليو كاب ديال الشراف وغتقول غندخل، هذا راه غير دقيقه، ما غتديش على لي فير فاليو ديال الشرا في هذه الحاله، وانت عندك اوردر بلوك وعندك اس ام تي. اذا غادي تقلب على اف في جي ديال البيع وتاخد منها تريد ديالك. ستوب لوز غديرو فين؟ ديرو فوق الاس ام تي وفوق الاوردر بلوك، وغتقلب على واحد جوج ديالك، الله يجعل البركه، ما تقلبش على اكثر، ديما واحد جوج باش كنصح الناس. دونك في هذه الحاله الاوردر بلوك ما خديناش بوحدو كتريد، ماشي مع بال ما خدينا التريد، لانني كما قلت في الاول كون جينا ناخدو التريد هنا فمباشره غتضرب لينا ستوب لوز، بل قلبنا على حوايج اخرين وزدنا كونفيرمينا. في بعض الحالات تقدر ما تكونش اس ام تي، مي غتكون ليكويديسي سويب اولا ليكويديسي جراب دويس عليها في الدرس السابق. يعني كل مارشي خدا الكويديسي ديال واحد البلاصه وكريا اوردر بلوك، فنقلب على فير فاليو كاب وغادي ناخد التريد ديالي. دونك حاجه كتكمل حاجه الاخوان. اذا دابا غادي ندوزو للفقره الثانيه ان شاء الله. شنو هو البريكر بلوك؟ هنا القضيه كتختلف اولا كتنعكس. فالبريكر ما تدخوش، خليكم ركزوا معايا. فالبريكر هو واحد الاوردر بلوك اللي قديم وفشل في الدور ديالو، اولا ولات المنطقه كتستعمل بالعكس. فدوك لي زوردر اللي كانوا في ديك البلاصه اللي كانوا من المفروض انهم آه، يقلبوا المارشي واللي في انعكاس ولا في اتجاه معاكس، فهادوك لي زوردر ما كافيينش وبقى المارشي في نفس الاتجاه، فداك اوردر بلوك فشل. صافي ولينا تنسميوه بريكر بلوك اولا بي بي. اذا على سبيل المثال نيت نفس البلاصه هذه، فكنا كنقولوا باللي هذه اوردر بلوك، كنا كنتسناو كونفيرماسيون هنايا، مي المارشي مع رجع ليها، مع ضرب مع هرسها ولا فوق منها صافي. فهنا ما بقاتش اوردر بلوك، فولات بريكر بلوك والله باختصار بي. اذا ف فتقدروا تقلبوا على التريد اللي تقدر تكون تريد في نفس التراند في الطلوع، تقلبوا على اول اف في جي ديالكم وتاخذوا معاها مع التريد. نجيو لهنا للمثال اخر. فهنا على سبيل المثال المارشي هنا راه طالع، راه في الصعود. فقلنا اخر بوجي قبل ما المارشي يتقلب فكنسميوها اوردر بلوك. غناخدو حنا هادي غادي نسميوها كامله اوردر بلوك. فهنايا المارشي كنتسناو منه انه يضرب في هاد الزون هادي ويعطينا كونفيرماسيون وناخدو لي تريد ديالنا. فهداك الشيء اللي طرا في هاد الحاله، ولكن ما غاديش يبقى ديما فين ما يوصل لهنا يضرب فيها ويرجع. فضروري ما غادي يهرس هاد لازون هادي. في هاد الحاله غادي تسمى بريكر بلوك. اذا ف غادي نبدلو السميه الاولى. فمن بعد ما تيهرس الاو بي وتيرجع بي بي، فاول حاجه تنوليو نفكروا فيها هي تنساو السيل، تنساو البيع
اولا تنساو الباي الا كان الاوردر بلوك من التحت. فهنايا غادي نقلبوا على اول باي ديالنا. عفوا نقلبوا بعدا على اول فير فاليو كاب اللي هي قداش كبيره بزاف. آه هي صعيبه شويه تاخد تريد في هاد الاف في جي كامله، خصوصا في الفريم ديال 5 دقائق. وضروري ما خاص السوق يرجع يصحح ويرجع يقيس ديك المنطقة اللي ما احترمهاش كاوردر بلوك. فداك الشيء اللي طرا هو رجع عمر هاد الامبالانس كاملة، عمر الاف في جي، وقاس البريكر. فهنايا كنتي غتاخد اول تريد ديالك. اذا غادي تجي تقلب على واحد جوج ديالك. المارشي يرجع عمر هاد الامبالانس كاملة. تيستا البريكر، فضرب فيه، فغادي تاخد التريد ديالك من هنا على سبيل المثال. تحط ستوب لوز تحت الفير فاليو كاب وتحت البريكر. التي بي ديالك غتكون واحد جوج كحد اقصى، ما تفوتش واحد جوج، لا صافي، اللي جا على البركه. كنظن غتكونوا فهمتوا دابا الفرق بين الاوردر بلوك وبين البريكر. كخلاصه الاصدقاء، الاوردر بلوك هو واحد المنطقه اصليه اللي فيه بزاف ديال لي زوردر. اون فوا المارشي تيوصل دوك لي زوردر تيتفاعلوا، فالمارشي تيتقلب في ديك اللحظه وكيولي في الاتجاه المعاكس. والبريكر بلوك هو فشل وتحول اشارات الاوردر بلوك في الاتجاه المعاكس. يعني البريكر هو واحد الاوردر بلوك اللي ما تحترمش وكيتكريا لنا بريكر صافي. هذا هو الشرح ديالو بكل بساطه. فإلا فهمتي هذا الفرق فغادي يعاونك بزاف انك نقص عليك بزاف ديال لي ستوب لوز. وغادي تولي تعرف لي زوتر بلوك اللي صحاحين. فكما قلت في البداية ديال الفيديو، الطريقة الوحيدة باش تقدر تعرف لي زوتر بلوك اللي صحاح هي انه ما غتسنى تبان معاهم حاجة اخرى، اما الليكويديتي سويب، اما فير فاليو كاب، اولا اس ام تي. فاون فوا المهم هي حاجة كتكمل حاجة. اون فوا كيتجمعوا عندك واحد 3 ديال لي كونفيرماسيون، فكتكون لي تريد ديالك احتمال كبير بزاف انها تجيب لك التي بي. وهذا هو الهدف. فاذا الاخوان، هذا هو المفهوم ديال هذه الحلقه. نتشوفوا ان شاء الله في الحلقه الجايه من اي سي تي بالدارجه.